المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء واستهلها بالعناوين. العثور على آثار هامة في عدليس. تعليم الأطفال المحرومين من التعليم في تسني. تقييم العملية التعليمية في إمنحيلي. الحكومة العراقية توافق على أن تتولى مهمة حلف شمال الأطلسي. ترامب يقلل من أهمية انسحاب الفلبين من معاهدة عسكرية رئيسية مع الولايات المتحدة. ومصر 21 شخصا إثر انهيار ثلجي بولاية داكندي وسط أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. قال مدير متحف إقليم شمال البحر الأحمر السيد يوهنس جبريسوس إن التنقيب الجاري عن الآثار في مساحة تبلغ 40 هكتارا بميناء عدليس الأثري عثر على آثار تؤكد بأنها كانت مركز حضري قبل 3000 سنة. وأوضح أن الآثار التي ضمت دور عبادة وعملة نقدية وقبور وآثار أخرى تبين بأن عدليس كانت مركز تجاري وديني وثقافي ودبلوماسي وعسكري. وأشار إلى القيام حاليا بالجزء السابع من أعمال الحفر والتنقيب الأثري في ميناء عدليس، ويتم العثور على آثار تعود من 500 إلى 1000 سنة. وأشار إلى أن هيكل الفيل الذي يعود إلى من 27 إلى 28 مليون سنة الذي عثر عليه في منطقة يانغوس بضاحية دوغلي يسهم كثيرا في الأبحاث العالمية لهياكل الفيلة والعثور على جمجمة إنسان تعود لمليون سنة في بويا، والعثور على أثر قدم إنسان تعود ل800 ألف سنة، وأثريات حيوانات منقرضة ومواد حادة مصنوعة من الأحجار، والآثار التي عثر عليها عام 94 و900 وألف للإنسان توضح التغيرات الأرضية والمناخية في ذلك الزمن. وتم العثور على خط كوفي عربي في جزر دهلك والنقش على الصخور البحرية، إضافة إلى المباني الأثرية في مدينة مصوع. أعلن مسؤول المدارس في مديرية تسني الأستاذ سرافئيل كفلقرقيش تمكين 40% من 8356 طفلا من عمر 5 وحتى 15 كانوا بعيدين عن التعليم لأسباب مختلفة تمكينهم من تلقي التعليم. وقال إن أغلب الأطفال البعيدين عن الدراسة هم من ضواحي فانكو زعلي وعلي قدر والقرى الواقعة على الضفة الأخرى لنهر القاش. وقد تحققت هذه النتيجة بالتوعية التي قامت بها اللجنة المشكلة على مستوى المديرية. وحول مشاركة الإناث في التعليم، أوضح الأستاذ سرافئيل أن المشاركات بلغن هذه السنة 44%، ويجري العمل لتحسين الانخفاض في بعض المناطق. وذكر نتائج الطلاب المرضية في امتحانات الشهادة الوطنية للصفين 8 و12. وتوجد في مديرية تسني 31 مدرسة تقدم التعليم ل 21600 طالب. قيمت إدارة التعليم في مديرية إمنحيلي العملية التعليمية في المديرية، ودعا التقرير المقدم العمل لحل إشكاليات مقاطعة الدراسة وتقوية العلاقة بين المعلمين وأولياء الأمور وعدم الحصول على الخدمات التعليمية بسبب بعد المدارس. وأشاد التقرير بمشاركة الطالبات في التعليم، مناديا لتقديم تعليم إضافي للطلاب لرفع قدراتهم وبناء المرافق العامة في المدارس. وأشار مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس إلى نتائج الطلاب في النصف الأول من العام الدراسي، داعيا لتقوية العلاقة بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ إن دعم السكان للمعلمين وحل نقص الفصول الدراسية يسهم في تقدم العملية التعليمية. أوضح الإريتريون المقيمون في دول المهجر أن أنشطة رعاية أسر الشهداء التي يقومون بها تأتي في إطار الاعتزاز بالشهداء. وكذا الإريتريون المقيمون في أمريكا وكندا وأستراليا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبريطانيا العظمى والسويد وإيطاليا والنرويج وإسرائيل والسعودية بأن رعاية أسر الشهداء مسؤولية جميع المواطنين، موضحين مواصلة البرنامج الذي أطلقوه قبل 3 أعوام بالشعار الرائد لنوعي وننظم ونسلح الجماهير.
وقالت عضوة التجمع الوطني الذي يضم حوالي 50 مواطنا والقادمة من السويد السيدة يوديت أسفها لوكالة الأنباء الإريترية إنهم يلتقون 3 مرات في الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبحث القضايا الوطنية. وبموجب ذلك قدموا في السنوات ال3 الماضية حوالي 22 ألف يورو و56 ألف كرونر. من جهة أخرى أشارت السيدة يوديت إلى أن 6 أمهات يقمن في أوبسلا يتجمعن مرة واحدة في السنة وينشطن لإيجاد مصدر دخل في مناسبات أخرى. اتخذن مبادرة إعالة 80 أسرة شهيد لمدة 12 سنة، وقد انضوت في البرنامج نساء أخريات وقدمن مبلغ 120,960 كرونر في حساب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية البنكي لإعالة 21 أسرة شهيد. كما قدمت السيدة يوديت مع ابنتها سيونا أسكدي مبلغ 12,000 كرونر لتنمية صندوق أمانة الشهداء. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. وافقت الحكومة العراقية على أن تتولى مهمة حلف شمال الأطلسي بعض أنشطة التدريب التي كان يؤمنها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة واشنطن، وفق ما أعلن الأمين العام للحلف. وقال ينس ستولنبرغ خلال ندوة صحفية عقب اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف إن الحكومة العراقية أكدت رغبتها في أن يواصل حلف شمال الأطلسي مهمته في تدريب وتكوين القوات العراقية. وكانت موافقة بغداد شرطا وضعه بعض حلفاء الولايات المتحدة للموافقة على تعزيز مهمة الحلف في العراق بوحدات من التحالف الدولي، مكلفة باستئناف بعض أنشطته في مستوى تقديم المشورة للقوات العراقية وتدريبها. وصادقت دول حلف شمال الأطلسي على مبدأ تولي بعض أنشطة التدريب التي يؤمنها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية انسحاب الفلبين من معاهدة عسكرية رئيسية مع الولايات المتحدة، معتبرا أن القرار سيوفر على الأمريكيين الأموال. وتعد اتفاقية القوات الزائرة المبرمة في 1998 الإطار القانوني لتواجد القوات الأمريكية على الأراضي الفلبينية، وتعتبر محورية لمئات التدريبات العسكرية السنوية المشتركة التي تعد مكونا رئيسيا لعلاقات البلدين العسكرية الوثيقة. وقد أعلنت مانيلا قرارها وبدء العد العكسي لطي صفحة الاتفاقية بعد 6 أشهر. ووصفت السفارة الأمريكية في الفلبين القرار بالخطوة الخطيرة. وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك فلا بأس، سنوفر الكثير من الأموال، مؤكدا على علاقته الجيدة جدا مع رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي. ويهدد دوتيرتي المعروف بخطابه الجريء منذ انتخابه في عام 2016 بإلغاء الحلف العسكري الفلبيني الأمريكي، ساعيا في المقابل إلى تعزيز العلاقات مع روسيا أو الصين. لقي 21 شخصا مصرعهم إثر انهيار ثلجي بولاية دايكندي وسط أفغانستان. وقال رئيس دائرة مكافحة الكوارث الطبيعية في دايكندي أسعد الله سيرفري أن تساقط الثلوج مستمر منذ عدة أيام في الولاية، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكثير من الطرقات بالمنطقة. وأشار إلى أن الولاية شهدت 31 انهيارا ثلجيا، ما أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 10 آخرين. ولفت إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ للعثور على 7 أشخاص ما زالوا عالقين تحت الثلوج. وأوضح أن الانهيارات أدت أيضا إلى تضرر حوالي 50 منزلا، فضلا عن نفوق عشرات الحيوانات. تفاجأ سكان باريب الساحلية في إندونيسيا بسبايدر مان يقوم بتنظيف الشوارع والشواطئ، ويشجع المواطنين على أن يحذوا حذوه ويحرصوا على إزالة القمامة من مدينتهم. ونقلت صحيفة إندونيسية عن رودي هارتونو البالغ من العمر 36 عاما قوله أنه قام بتنظيف الشوارع والشواطئ مرتديا ملابس عادية، إلا أن الأمر لم يجذب انتباه أي أحد، وهو ما جعلني أفكر بارتداء زي سبايدر مان.
وأشار الشاب الذي يعمل في أحد المقاهي إلى ضرورة بذل الحكومة مزيدا من الجهد في قضية أزمة النفايات التي تهدد الحياة البرية في البلاد، وأن تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتشديد القوانين الخاصة بعمليات التخلص من القمامة، خصوصا المنتجات البلاستيكية. جدير بالذكر أن تعداد سكان باريب يبلغ 142 ألف نسمة، وينتجون حوالي 2.7 طن من النفايات يوميا بحسب بيانات وزارة البيئة والغابات الإندونيسية، التي أشارت إلى أن إندونيسيا ثاني أكبر منتج في العالم للملوثات البلاستيكية في المحيطات بعد الصين. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.